السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الطريقة الأصلية لعمل الكريم كراميل. الطريقة سهلة وسريعة وبسيطة. أول حاجة نحطوا سكر، تقريبا كوباية سكر. نخلوها تغلي حتى كش نتحصلوا على حتى كش لين يذوب السكر، وبعد نزيدوا عليها شوية ماء كما قاعدين تشوفوا، ونبقوا نحركوا لين نتحصلوا على كراميل. شوفوا محلاها لونها. بعد نهزوا الكراميل متاعنا سخونة ونصبوها في القالب. نشدوا الكراميل متاعنا وندهنوا الجوانب متاع القالب متاعنا. هوني ناخذوا 3 بيضات، نقوموا بخفقهم بسرعة إذا كان ممكن، وبعد ذلك نحط عليهم الحليب المكثف، تقريبا علبة حليب مكثف. نقوموا بخفقهم بسرعة. هوني نحط عليهم تقريبا نص كاس حليب. نحب نقولكم اللي من غير السكر على خاطر الحليب المكثف متاعنا ديجا هو حلو. هوني نقوموا بتصفية المكونات متاعنا على الكريم الكراميل الاولى اللي حطيناه في القالب. بعد نغطيوه، نحطوه في طبق ثاني، طبق الفور. نحط عليه الماء سخون ونحطوه في الفرن تقريبا نصف ساعة على درجة حرارة 180. هوني خليناه برد. هوني خذينا طبق التقديم وحطينا فيه الكريم الكراميل متاعنا. شوفوا ما شاء الله محلى لونه. بالصحة والهنا، وإن شاء الله يا ربي ما تنسونيش في الاشتراك ولايك وهكا تعليق حلو. حبيت ننصحكم الكريم كراميل ما تحاولوش تحرقوها من الأول. هذه الطريقة متاعنا الأصلية وسهلة وسريعة ب3 مكونات فقط. إن شاء الله تنال إعجابكم، وفي الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.